مرة أخرى لوية السيد حمدي. السيد حمدي خطيرة جدا. السيد حمدي والهدف الأول. والهدف الأول النادي الأهلي عن طريق ناجي قدو. عن طريق ناجي قدو في وقت قاتل في الدقيقة 43 النادي الأهلي يتقدم 1-0 ويقلب مصير البطولة. 1-0 للنادي الأهلي على توغل من اللاعب سيد حمدي يحط الكرة لناجي قدو وقدو في المرمى جول. 1-0 تقدم منطقي للنادي الأهلي. 1-0 للفريق القاهري. هنا الكرة الطويلة، هنا الخطاف في الدفاع وراء المدافع الهشري. سيد حمدي يعمل اكسلراسيون يهرب على الهشري يحط كرة في طبق والتسديدة ممتازة ولاعب الخبرة قدو يفتح بوابة التسجيل. إذا 1-0 للنادي الأهلي في الشوط الأول في وقت قاتل في الفترة الأولى. النادي الأهلي يسجل هدف التقدم. الحقيقة روح انتصارية كبيرة لعب بها الفريق المصري في هذه الفترة الأولى في هذا الفاينل. كرة ممتازة جدا وملعوبة من أجل الذهب وليس الوصافة. مرة أخرى يا هشري، كرة من وليد الهشري يرجع مشكلة للترجي في الوسط، خطيرة برشا، 2-1 وكرة خطيرة وكرة من وليد سليمان والهدف الثاني. الهدف الثاني لوليد سليمان. الهدف الثاني بعد خطأ كارثي في دفاعات النادي الأهلي اللي نقول يضمن البطولة بنسبة توصل 99%. النادي الأهلي كان أفضل من غير كلام. النادي الأهلي كان أحسن بكثير اليوم. ترجي الغيابات ذبحته، الغيابات قلقته. وليد سليمان ينحي الكرة للاعب بن منصور يعمل كرة ممتازة اللي قلت الورقة الجوكير للمدرب البدري ويسجل الهدف الثاني. يسجل 2-0 للنادي الأهلي. تحب تحكي الآن معنويا بدنيا فنيا نفسيا. الكاس يذهب للقاهرة مع هذا الأسرار للنادي الأهلي. هدفين ل0 للنادي الأهلي. هنا الكرة ينحيها بالمنصور. هل كان هناك خطأ أم لا؟ هل كان ممكن الحكم بوشعيب يزفر فاول؟ 2 مرة أخرى لشاكر الزواغي في الرواق اليمين اللي تعدى منه الأهلي مرتين ونقطة ضعف وكرة خطيرة وفرصة والهدف الأول من يانيك. الهدف الأول من الكاميروني. الهدف لو كان في بالي بالطريقة هذه راني حكيت في 0-0 يانيك. راني حكيت في 0-0 يانيك. ويانيك نيانك في كرة بوعزي كان اعطيتها لبوعزي روحتها وجدي ونتيجة 1-0 للترجي. على كل حال قدر الله وما شاء فعل. هنا كرة، هنا البلالي وهنا وجدي بوعزي. يوسف البلالي يعطي باس والترجي يذلل الفارق في الدقيقة 84. الترجي يحتاج إلى معجزة الهدفين يعني 2-2 كما نذكر قانونيا لا